تشهد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تعبئة غير مسبوقة قبيل مواجهة المنتخب الجزائري لنظيره الكونغولي، حيث قررت فئات واسعة من الجماهير المغربية خوض المعركة من المدرجات والدفع بقوة نحو حضور كثيف يوم غد الثلاثاء بملعب مولاي الحسن لمساندة منتخب الكونغو في واحدة من أكثر مباريات البطولة حساسية. هذه الدعوات التي وجدت لها صدى واسعا منذ أيام مضت لا تنطلق من منطق العاطفة أو الاستفزاز، بل من قراءة واعية وواقعية لمسار العلاقات بين الدول، ومن قناعة راسخة بأن زمن الشعارات المجانية قد ولى. في خطاب هذه الجماهير تستحضر الكونغو باعتبارها دولة اتخذت في محطات مفصلية مواقف إيجابية تجاه المملكة المغربية، واصطفت إلى جانبها في قضايا استراتيجية، على رأسها قضية الصحراء المغربية، ما يجعل دعم منتخبها داخل الأراضي المغربية فعلا رمزيا ذا دلالة سياسية ومعنوية قبل أن يكون مجرد تشجيع رياضي. في المقابل، لا يتردد دعاة هذه المبادرة في وضع الجزائر أمام مرآة تاريخها العدائي تجاه المغرب، مؤكدين أن النظام الجزائري ظل لعقود طويلة يعتبر استقرار المغرب ووحدته الترابية هدفا مشروعا للاستهداف، وسخر من أجل ذلك إمكانيات مالية هائلة ومجهودا دبلوماسيا وإعلاميا متواصلا هدفه الوحيد إضعاف المملكة وتفكيكها. ويرى هؤلاء أن ما جرى الترويج له سابقا تحت شعار خاوة خاوة لم يكن سوى وهم عاطفي عابر سرعان ما اصطدم بواقع مغاير تماما، فبدل ترجمة هذا الشعار إلى مواقف مسؤولة، اختارت فئات واسعة من الجماهير الجزائرية الانخراط في حملات تشكيك ممنهجة في نزاهة كأس إفريقيا المنظمة بالمغرب، مصحوبة بخطاب عدائي لا يخفي رغبة صريحة في إقصاء المنتخب المغربي مبكرا، ليس بسبب التنافس الرياضي بل بدافع الحقد السياسي المتراكم. وبحسب ذات الخطاب المتداول بقوة على مواقع التواصل، فإن الجماهير المغربية لم تعد مستعدة للتغاضي عن هذا التناقض الصارخ بين الخطاب والشعارات من جهة،